ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يلا بينا نخش على الفيديو بتاع النهارده سريعا كده. عندنا روتين النهارده بتاع اوضه الاطفال، هنروق اوضه الاطفال سوا وهننضف برضو المواعين سوا. المطبخ. فيلا بينا. قومي شجعي، لو عندك اي حاجه في البيت عايز تتعمل قومي يلا اعمليها، شجعي معايا ونشتغل سوا. هنا بقى نخش في الفيديو على طول. هنا انا الاوضه كانت متدمره حرفيا، يعني ما كانش في الاوضه حته سليمه او اي حاجه في مكانها. تمام. فشلت السراير نضفتها. كان هنا في بقعه ميه قد كده على المرتبه، بنت الصبح وانا بشربها شربت من الكوبايه وقامت كباها كلها على المرتبه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهديها. هي بتعند معايا الفتره دي بطريقه مش طبيعيه، اي حاجه في ايديها لازم ترميها في الارض او تكبها. فكبتها لي على المرتبة ربنا يهديها. فسبتها بقى تنشف، فتحت عليها الشبابيك وكده وسلطت عليها المروحة لحد ما نشفت الحمد لله ورجعت نظيفة تاني. وبعد كده رجعت فرشت السراير تاني. هنا بقى مسحت كل حتة خشبة في الأوضة، مسكتها كان معايا كده قطعة، حطيت فيها ملمع الأخشاب وبقيت بمشي على كل حاجة بشيل التراب خلاص. ونضفت كل حاجة وبعد كده شلت السجاد، هويته شوية في الشمس وكنسته ومسحت الارض وفرشت تاني وفتحت الشبابيك. انا ما فتحتش الشبابيك وانا شغالة لان انا كنت واقفة بشعري وكان في قدامي ناس، فكنت قافلة الشبابيك وانا شغالة ما فتحتهاش غير بعد ما خلصت وفتحتها بقى تهوي الأوضة. وبعد كده فرشنا الأوضة وظبطناها وتمام كده خلاص الحمد لله. هتشوفوها بقى، هسيبكم بقى مع الفيديو وتعالوا اخدكم في رسالة جتلي من بنوتة. انا من يوم ما فتحت القناة وانا عندي صفحتين فيسبوك وصفحة تيك توك، فباخد اللينك بتاع الفيديو وبرفعه على الصفح دي. فبيخش لي بنات انا ما اعرفهمش والله ولا هم يعرفوني، بنتكلم وبنتناقش مع بعض في شوية مشاكل وبنحلها مع بعض في الشات. في منهم بقى اللي بنرد عليهم في الشات، وفي لما بلاقي مشكلة مستفزة او وحشة او صعبة بحب ان انا اطلع اقولها معاكم في فيديو. فانا استأذنت البنوتة بتاعت النهاردة وقلت لها ان انا هحط المشكلة بتاعتها، هرد عليها يعني في المشكلة ديت في الفيديو. فيلا بينا نخش على المشكلة على طول. هنا هي بتقولي ازيك عامله ايه، حابه افضفض مع حد ما اعرفوش وينصحني. انا بنت عندي 17 سنه، بشتغل وباخد مرتب كويس جدا. اهلي يعتبر ميتين بس هم عايشين قدام الناس، محدش بيسأل فيهم عليا. انا معرفش ايه الصح من الغلط، حياتي كلها عبارة عن غلطات. انا عندي اختين اكبر مني واخ متجوز وانا الصغيرة، وامي وابويا منفصلين وانا عايشة لوحدي مع امي. بصرف على نفسي، ابويا ما بيسألش علينا ابدا، وامي رميانة طول النهار ومتعرفش عننا اي حاجة بحكم شغلها. عاوزة اقولك انا حياتي كلها عبارة عن كبائر. انا بعمل كل الغلطات اللي ممكن تيجي في بالك. واقولك على حاجة، امي عارفة عني كل حاجة وساكتة، وكل ما تتكلم معايا تقولي انت شبه ابوكي. حتى اخواتي البنات يوم ما جيت اتكلم معاهم وقلت هصاحبهم، آه عايروني وقالوا لي انتي مش كويسة وانتي هتفضحينا وبعيدة عننا وعن حياتنا احسن. وكل واحدة فيهم قافلة على حياتها، ما اعرفش عنهم اي حاجة ومحدش فيهم يعرف عني اي حاجة. انا دايما بدور على الاهتمام والحب والرعاية، بس للأسف مش بلاقيه في بيتنا، ما بلاقيهوش غير في الطريق الغلط ومع الشباب، او اني يعني بتكلم حد يعني. تمام. انا عارفة ان انا بعمل غلط كبير جدا وان ربنا عمره ما هيسامحني على اللي انا بعمله في نفسي، بس انا تعبانة. انا فكرة ان انا لوحدي تعباني نفسيا. انا اكتر حاجة بتجيب لي اكتئاب ان احس ان انا عايشة في الحياة لوحدي، فمش بخرج من الاكتئاب ده غير لما اكون بكلم حد. انا مش عارفة ابطل الغلط ده ازاي. انا بقيت حاسة اني وحشة قوي وحاسة احساس قذر، وان اي حد من اللي بكلمهم عاوز مني مصلحة سواء فلوس او حاجة تانية. انا قرفانة من نفسي لما بشوف البنات اللي حواليا، بحس بنقص وبحقد عليهم، بحس في نقص في كل حاجة بحقد عليهم وبتمنى حياتهم. وبقعد اقول لنفسي ليه انا مش زيهم، وليه ما عنديش اب وام يشيلوني زي ما البنات ديت. وبقعد الوم في ربنا كتير لدرجة ان انا خلاص تعبت واذيت نفسي كتير قبل كده وعورت نفسي كتير قبل كده.
ان انا عايزة يعني تخلص من حياتها. انا مش عارفة اعمل ايه. انا عارفة كل اللي انا بعمله ده غلط وان ربنا بينتقم مني، بس انا عاوزة ازيد. بيجيلي احساس دايما ان انا عاوزة ازيد في اللي انا بعمله واعمل غلط اكتر واكتر واكتر عشان ربنا يغضب على اهلي. ويبقى ذنبي في رقبتهم وما يسامحهمش ابدا. انا بتمنى انهم يموتوا، عارفة ان عمري ما هبقى زي اي بنت محترمة واتجوز وربنا يعوضني بشخص كويس، لان انا شخص وحش وعمري ما هكون ام كويسة ولا هعرف اربي عيال. هربيهم ازاي وانا مش عارفة غير كل الغلط؟ بس انا مش عارفة اعمل ايه. يمكن ان اخلص من نفسي هو ده الحل. بس كده، دي كانت نهاية الرسالة. بصي هقولك على حاجة، انت في ابتلاء كبير قوي 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 قوي. حتة الاهل دي بتبقى اصعب شعور يعدي على الانسان، انه يحس ان ملوش ظهر، خصوصا انت سنك صغير، فالموضوع هيبقى صعب عليكي في الفترة الحالية. بص اجيبها لك بقى من الاخر. انت بتقولي لي انا بعمل كده في نفسي علشان ربنا ينتقم منهم او يحسوا بذنبي او ربنا يغضب عليهم. بصي هو كده كده حسابهم عند ربنا عظيم، لان زي ما في بر الوالدين في برضه بر الابناء. فدي حاجة مفروغ منها، مش هتناقش فيها معاكي ابدا. خليكي واثقة ان دول عمر ربنا ما هيسامحهم ابدا ابدا ابدا، حتى لو انت سامحتيهم. تمام. ففوضي امرك لربنا من ناحية اهلك نهائي نهائي، انسيهم من حياتك. اعتبري ان انت عايشة ضيفة فقط في البيت ده. تمام، دي اول حاجة. خلاص. في ياما اطفال وياما عيال بيطلعوا من غير اهالي اصلا. ماشي، فالحمد لله يعني انت ابتلائك اخف شوية. خلينا فيك انت دلوقتي. انت طلعتي الدنيا لقيتي حياتك وحشة، تمام، ولو رحتي وجيتي مش هتعرفي تغيري اي حاجة. ده امر واقع عليكي وبلاء ربنا بيختبرك بيه. انت مش بايدك ولا هتتحاسبي على ان دول اهلك. تمام. لكن هتتحاسبي على الغلط اللي انت بتعمليه في نفسك. هتتحاسبي من جميع الاتجاهات، سواء ربنا او سواء ان انت بنت هتقضي على مستقبلك. خلاص انت الماضي عندك وحش. تمام. ليه عاوزة تخلي الحاضر والمستقبل اوحش؟ ليه ما تقولش لنفسك ربنا عاوز يديلك فرصة الحياة قدام احسن وانضف ويعوضك؟ ما يمكن بيختبرك في اهلك عشان شايلك اللي احسن منهم. بص لحياتك بشكل تاني، قولي للناس دي عمري ما هكون شبههم. بالعكس، تاخدي التجربة دي دفع عليك ان انت تطوري من نفسك لنفسك انت. اشتغلي، موتي نفسك شغل، اقتلي نفسك شغل، طوري في نفسك، اعملي فلوس، اقفي على رجلك. ساعتها ربنا هيعوضك. ليه ما تتجهش لربنا عز وجل وتدعي له انه يخرجك من اللي انت فيه ده ويلهمك الصبر؟ اشتغلي وصلي، اعملي دول بس، ما تعمليش غير ان انت تشتغلي وتصلي. طوري من نفسك، ركزي على حياتك، بصي لنفسك انت. قولي لنفسك نفسي عليها حق، انا ما عدتش هبص، خلاص ده جانب سيء في حياتي ابعد عنه. اطور بقى من نفسي، ابص لنفسي بقى، اشوف انا هعمل ايه، اشوف مستقبلي ده هيكون ايه. ما انا مش هوقف حياتي، هفضل اعمل الغلط وحياتي اصلا وحشة وانا بعمل غلط. انت كده بتدمري نفسك حرفيا. فليه لا لا لا. وقفي نفسك، وقفي على رجليكي، اعرفي ان اللي عدى ده مش ذنبك. تمام. استغفري ربنا، توبي، روحي لربنا، توبي توبة نصوحة. توبي توبة نصوحة ربنا، اشحتفي لربنا وقولي له يا رب سامحني. اشحتفي له ليل ونهار كده اهو، وقولي له يا رب. كلي في الارض وانت بتصلي قولي له يا رب سامحني، يا رب اغفر لي الذنب ده، يا رب ابعد عني اي ذنب او اي فكرة الشيطان بيحطها لي. انا مش عايزة غيرك. وكلي له امرك، وكلي له حياتك، اديله حياتك هو يمشيها لك. ساعتها ربنا هيكون اللي في حياتك مش الشيطان. الشيطان هو اللي مصورلك ان ربنا هو اللي مش هيستقبلك لما تكون عاصية. بالعكس ابدا، اقسم بالله والله العظيم ربنا احن وارحم مننا علينا حتى. ربنا اسمه الغفور التواب الرحيم. اغلطي وروحي له، اترمي كده ما بين ايديه. هو المنقذ الوحيد، مش اي حد من البشر. هو اللي هيفتح لك كل باب مقفول وهيجبر خاطرك وهيعوضك. وهت... وه... وهتقعدي كده اهو تشوفي عوضك قصاد عينك، وهتعرفي ان ده جبر ربنا وعوضه ليكي ولقلبك. انا حاسه بيكي والله العظيم. المنقذ الوحيد والله العظيم، الطريق الوحيد هو ربنا. هيلهيك عن فعل المعاصي. ركزي في شغلك، املي يومك، ما تديش لنفسك فرصه ان انت تفكري اصلا. لا، خلي يومك كله مشغول مع ربنا. صدقيني كل حياتك هتتغير. ربنا عز وجل ما بيبتليش غير الانسان اللي بيحبه، وانت ربنا بيحبك وعايزك تروحي له.
بس كده، ده اللي انا اقدر اقوله لك، والله العظيم ما فيش في ايدي حاجه اكتر من كده اقولها لك. ربنا يا بنتي يريح قلبك ويعوضك ويهديكي، وصدقيني لو عملت كل ده بكره هتكوني احسن من كل البنات اللي انت شايفاهم دول. ربنا ربنا يعوض قلبك. بس انت خليكي بس، امشي انت بس في طريق الصح، وربنا يا بنتي يريح قلبك ويكبر بخاطرك. بس كده. هنا هنا يا جماعه نرجع للفيديو تاني. هنا كنت خلصت خلاص الاوضه. ما تعرفوش الموضوع دوت ضايقني قد ايه، والله العظيم. والله ربنا يا رب يكبر بخاطر البنات وينتقم من كل اب وام مستهترين. يلا الحمد لله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل الامهات والابهات اللي بيخلفهم وهم مش قد تربية عيال. هنا كنت خلاص خلصت الأوضة وشربت كده كيس عصير يرطب عليا الجو. يومها يا جماعة كان حر قوي 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 قوي. ودخلت بقى نضفت المطبخ وخلصت كل اللي ورايا. وهنا الحمد لله كده خلاص كنت بفنش وبوريكوا بقى الحوض. انا عارفه انا بحب اما بتفرج على روتينات، بحب اوي اتفرج على حته الحوض دي، بحس ان يا سلام راحه نفسيه مش طبيعيه. بس ولو لسه مكملين الفيديو لحد الان والفيديو عجبك، اضغطي لي لايك واشتركي في القناه، وقولي لي تحت انت منين وبتتابعني منين واسمك ايه في الكومنتات. وبس كده. ولو في بنوته هنا سمعت الكلمتين دولي في نفس السن ده بيبقى صعب قوي، لان ده سن المراهقة، لازم عليه رقابة عالية جدا 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 جدا. وهرجع تاني اقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي ام واب مش اخدين بالهم من عيالهم او بيخلفوا ويرموا. بس كده يا حبايبي، وهنا الفيديو خلص. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.